السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير المصري. معكم محمد فتحي. حلقتنا النهاردة في كورس تعليم التصوير في طرف المبتدئين. نروح للحلقة، تصلي على النبي، دخل الثواب كلنا الأول. نروح للحلقة النهاردة، وهي حلقة ممتعة جدا وحلقة هتحل لك مشاكل أنت بتتساءل عنها بقالك 3 حلقات أو 3 محاضرات. فالحلقة دي هي الجايد بتاعك، هي المرشد بتاعك في اللي أنت خدته اللي فات ده كله، اللي هو مثلث التعريض الضوئي. حلقة النهاردة عن حاجة اسمها اكسبوجر ميتر او ترمومتر او مقياس الاضاءه او مقياس الاكسبوجر. لو انت ميكس انجليزي على عربي، الاكسبوجر هنا في لغتنا او في التصوير بتعني الاضاءه بالبلدي. فاكسبوجر ميتر هو مقياس الاضاءه، ترمومتر الاضاءه. من الاخر الترمومتر بيعمل ايه؟ بيقيس حاجه، حراره بقى، بيقيس فولت، بيقيس اي حاجه. فده اللي بيقيس الاضاءه عشان تعرف ان صورتك منوره ولا مظلمه من قبل ما تصور اصلا. فالحلقه دي ده الجايد بتاعك او المرشد بتاعك قبل ما تصور. هل انا صورتي منوره؟ هل انا صورتي مظلمه؟ هل انا صورتي مظبوطه؟ اصور على كده ولا العب في الاعدادات بتاعتي؟ حلقه النهارده هي لعبه، هي الموضوع فزوره، بس انت شغل دماغك بالثلاث اضلاع اللي اديتهم لك. هتحل اي فزوره في مثلث التعريض الضوئي او في الاكسبوجر ميتر هتحلها بالثلاث اضلاع دول. الاكسبوجر ميتر في الكاميرات كلها هتلاقيه شريط كده مترقم، او في شرط صغيره هيظهر لك صورته انا بتكلم، وفي النص صفر. تمام؟ الشريط ده فيه زي مؤشر، المؤشر ده بيتحرك يمين وشمال، وفي النص بيتحرك في كل الاتجاهات. ايه برضو ما فهمتش حاجه. القاعده بتقول الصفر ده كده انت صورتك بالنسبه للكاميرا اضاءتها مظبوطه. تمام؟ ابيض استبينا. صفر صورتك مظبوطه، اللي هو في النص صورتك معتدله اضاءه بالنسبه للكاميرا، مش بالنسبه ليك انت كشخص. ممكن انت ليك فكره معينه، وده لو انت واحد ادفانسد او واحد متقدم قوي. احنا بنتكلم كواحد لسه بيتعلم، واحد مش عايزين نعقده. صفر صورتك مظبوطه او صورتك اضاءتها كويسه. يمين او بقى زائد اي رقم، يعني في زائد 3/10، زائد 7/10، زائد 1، زائد 2. كل ما زائد دي زادت كل ما معنى كده ان صورتك منوره. زائد 3 منوره شويه، او زائد 3/10 منوره شويه، زائد 1 منوره اكتر، زائد 1.5 منوره اكتر، وهكذا. كل ما الزائد دي كترت كل ما صورتك معناها ان منوره اكتر. كل ما الاكسبوجر ميتر راح يمين او المؤشر ده راح يمين معنى كده ان صورتك منوره بزياده. الاكسبوجر ميتر راح شمال بقى سالب 3/10، -1 راح شمال معنى كده ان صورتك مظلمه. طبعا راح شمال بحته صغيره يعني مظلمه حاجه بسيطه، راح شمال قوي يعني مظلمه قوي. كل ما الاكسبوجر ميتر بعد عن الصفر كل ما الصوره اغمقت، وكل ما بعد يمين عن الصفر كل ما الصوره نورت او فتحت. يعني الصفر مظبوط، الصفر يعني كاميرتي مش شايفه الصوره اضاءتها مظبوطه. تمام؟ يعني انا اشوف الصفر ده صور بقت زائد 3/10 معنى كده صورتي منوره سيكه. لو صورت في مشكله؟ لا مفيش مشكله، بس هتلاقي الصوره منوره شويه او ازيد من الطبيعي شويه. واحيانا ما بيكونش منوره قوي يعني، بس بيكون وضع اللي انت بتصور فيه حاجات في الكاميرا نفسها ان هي شايفه ان في شمس فالصوره كده منوره، وهي في الطبيعي مش منوره، موضوع تاني. صفر مظبوطه، يمين منوره، شمال مظلمه. انا كمصور انا مقياسي الاساسي هو الاكسبوجر ميتر. لو حط تحتها مليون خط، مش مركب فلاش، مركب تريجر، مش مركب حاجه على الكاميرا اضاءه خارجيه، بتكلم على كاميرتي بس، وبصور في ضوء مثلا الشمس، بصور في ضوء لمبه، بصور في ضوء مكان، ما بستعملش اضاءه خارجيه. في الحاله دي انا المقياس بتاعي الاكسبوجر ميتر. لما بركب فلاش بقى او التريجر او بستعمل الكاميرا ومعاها هيد لايت او الكلام ده، كده انا بخش في مستوى احترافي اكتر، هنتكلم عنه قدام شويتين 3. في الحاله دي انا ببلغي الاكسبوجر ميتر وبشتغل على حاجات تانية مختلفه. نراجع تاني عشان ما تنساش. اكسبوجر ميتر في كل الكاميرات هتلاقيه في الشاشه، وهتلاقيه في العين اللي بتبص فيها اللي اسمها فيو فايندر، هتلاقيه شريط مدرج. لو هو في النص او على صفر معنى كده اضاءه الصوره مظبوطه، يمين معنى كده اضاءه الصوره منوره، شمال معنى كده اضاءه الصوره مظلمه. بناء عليه بقى انا اظبط اكسبوجر ميتر بتاعي. اظبطه بناء عليه ازاي؟ يعني بظبطه من مثلث التعريض الضوئي. احنا قلنا قبل كده المتحكم في الاضاءه اللي بتخش للكاميرا الثلاث اضلاع، فتحه العدسه، الشاتر سبيد، الايزو. طب انا هتحكم فيهم ازاي دول بقى؟ دول يا باشا اللي بتظبطهم مع بعض حسب الوضع اللي بتصور فيه وحسب اضاءه المكان عشان تخلي الاكسبوجر ميتر بتاعك مظبوط. وده انا عملت عنه حلقه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها برده هنا او هنا، عن ازاي تصور مانوال. حتى لو اول مره تمسك الكاميرا هتلاقيه بتكلم عن الثلاث اضلاع دول مع بعض. وخلينا نديك مثلا مثال بسيط. بصور في الشمس بره في اضاءه حلوه، اضاءه كويسه. اول حاجه بعملها بروح على ضلع زي الايزو، عشان احنا قلنا كل ما زودنا ايزو كل ما الصوره بقى فيها نويز. فانا مش عايز نويز، هخلي الايزو بتاعي قليل 100. هروح فتحه العدسه، مثلا بصور في مكان انا محتاج مثلا عزل ورا الشخص، هصور على اف 2.8 مثلا. هبص على الاكسبوجر ميتر بعد كده بقى، هخلي الشطر اخر ضلع ليا في الوضع ده. هبص على الاكسبوجر ميتر لقيته يمين كده يعني منور.
طب اعمل ايه عشان اخلي الاضاءه اللي داخله للكاميرا اقل شويه عشان الاكسبوجر ميتر يجي في النص عشان الصوره تبقى مظبوطه؟ في الحاله دي انا ظبطت الايزو اقل حاجه عشان مش عايز نويز، ظبطت فتحه العدسه 2.8 عشان عايز عزل ورا الشخص. في الحاله دي بقى عايز شطر، هلعب في الشطر بقى، هزود شطر، لان كل ما بزود شطر بقول له اقفل وافتح بسرعه، يعني اقفل بسرعه وافتح بسرعه، خد لي جزء صغير من الضوء. بفضل اعلي شطر لحد ما الاقي الاكسبوجر ميتر بتاعي جه للصفر. جه للصفر ممكن يجي بقى على شطر واحد على 100، واحد على 500، واحد على 800، على حسب ما الشطر يجيب هظبط الاكسبوجر ميتر بتاعي. بس اول حاجه رحت لها ايزو، تاني حاجه رحت لها فتحه العدسه، اخر حاجه خليتها الشطر في الوضع ده، بصور شخص في جنينه ما عنديش اي حاجه تربطني. ايزو قليل عشان الشمس قويه او الشمس كويسه، فتحه 2.8 واسعه عشان عايز عزل وراه. الشطر هو اخر ضلع هلعب فيه عشان ده اللي مفيش وراه سبب. الايزو وراه سبب النويز، فتحه العدسه وراه سبب العزل، الشطر هو ملوش ولا سبب، فهعلي شطر براحتي لحد ما اوصل ان الصوره تكون مظبوطه. ده مثال صغير، وان شاء الله نتطرق للموضوع ده بشكل اكبر في حلقه مختصه بيه. مش عايز اطول عليك عشان ما ازهقكش مني، ويا رب تكون فهمتني. ولو ما فهمتنيش بعد اذنك عيد الحلقه تاني، ولو ما فهمتنيش بعد اذنك اعمل لي كومنت او اسالني في اللي انت ما فهمتوش وانا ممكن اشرحه لك تاني، ما عنديش مشكله. يا رب تكون استفدت معايا، ولو عندك اي حاجه اسيبها لي في الكومنتات تحت الفيديو. اهم حاجه ما تنسانيش من دعائك، وسلام.